برنامج مع جيزيل من الجزائر مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوغيتا. أهلا وسهلا معك. أهلا وسهلا. آخر مرة عملت معك أو المرة الوحيدة اللي قابلتك عملت لي نسبة مشاهدة هائلة للبرنامج بسبب كلمة واحدة. يعني أنا أصريت على صحراء غربية وأنت تقول لي صحراء مغربية. وفي الأخير قلتي صحراء مغربية. بعدين قلت صحراء مغربية. وكان وفزتي بعطف المغاربة كلهم. نعم. معاليك، لماذا الملك لن يحضر القمة؟ كان أعلنها يعني أنه سيكون هنا. بالفعل جلالة الملك كان من القادة العرب الأوائل اللي عبروا على رغبتهم في حضور هذه القمة، وأخبرنا بذلك رسميا الجامعة العربية. وجلالة الملك أكثر من هذا كان من اتصل بإخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية وأخبرهم بذلك وشجعهم حتى على الحضور. وجلالة الملك عنده الاعتبارات وكان كيشوف الشروط الحضور متوفرة، وإذا كان جلالة الملك قرر عدم الحضور فالاعتبارات جلالة الملك يعرفها، وهذه شروط لم تتوفر لحضور جلالة الملك. أنت مرتاح في الجزائر؟ مرتاح اليوم بالقمة بالأجواء؟ احنا يعني تعليمات جلالة الملك كانت التمييز أولا ما بين ما هو ثنائي وما هو عمل عربي مشترك. نعم. وحضورنا هو من منطلق المسؤولية إزاء هذا العمل العربي المشترك. لنبدأ بموضوع يعني فلسطين اللي هذه القمة ستتحدث كثيرا، وأن الجزائر تحاول أن يعني تقوم بعمل جمع الشمل عربيا ولكن جمع الشمل الفلسطيني أيضا. هل أنتم بما تسمونه استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل هل تساعدون في عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأنتم بفتكر المغرب هو رئيس لجنة القدس؟ نعم. نعم. بحال اللي قلت يعني حضور الوفد المغربي بتعليمات ملكية كان بالنظر إلى هذا السياق، وجزء منه كبير مرتبط بالأجندة العربية وعلى رأسها التحديات اللي كتواجهها القضية الفلسطينية من يعني انتهاكات إسرائيلية للمسجد الأقصى، من هجوم على الأراضي الفلسطينية، واللي كلها المغرب كيتعامل معها من منطق المسؤولية ومن منطق التنديد بها كلما حدثت. ولكن كذلك من المغرب كان دائما كيشوف بأن القضية الفلسطينية محتاجة إلى وضع أهداف استراتيجية والتعامل معها. القضية الفلسطينية ليست فوند كوميرس، ليست للمتاجرة، هي هذه مصير شعب، وهذه قضية أمة عربية، وبالتالي فهي ليست للمتاجرة وليست للمزايدة، هي للعمل لتحقيق هدف الفلسطينية المشروع في تحقيق دولتهم على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الإطار هذا كاين عمل مغربي، عمل تضامني مع السلطة الفلسطينية، عمل من خلال وجلالة الملك قالها لما استأنفنا العلاقات مع إسرائيل، قال بأن المغرب كما في السابق سيضع كل القنوات المتوفرة لديه للدفع بأفق الحل السياسي، وبأن المملكة المغربية عندها من القنوات ما يكفي باش أنها تدفع. كذلك لتسهيل ظروف عيش الفلسطينيين اشتغلنا، وكان فتح جسر الملك حسين أو ألينبي أحد ثمار هذا المجهود اللي قد يبدو بسيط ولكن تأثيره على ظروف عيش الفلسطينيين مهم جدا. هذه المقاربة المغربية، وكالة بيت المال القدس تشتغل يوميا 1,000,000 رغيف، إصلاح المدارس، إصلاح المستشفيات، الأطفال اللي راحوا في عطلة إلى المغرب، تثبيت المقدسيين لمقاومة أي ترحيل لهم. هذا هو الطريقة اللي كيشوف بها المغرب وجلالة الملك العمل لمصلحة القضية الفلسطينية. طيب كيف القيادة الفلسطينية ترى هذا الأمر؟ أكيد بأنه التعامل كيعرفوا المغرب وكيعرفوا الخلفيات المغرب وكيعرفوا جلالة الملك وقناعات جلالة الملك، لهذا التعامل كان تعامل بناء
في كل شيء، قنوات التواصل مستمرة، والتنسيق في بعض الأمور كذلك متوفر. لماذا ترفضون كلمة تطبيع؟ تقولون استئناف؟ لأن يعني كأنها موجودة دائما العلاقات وأعدناها. لأن هذا كل مصطلح عنده سياقه، نعم. وعنده طبيعته. هذا سياق شرق أوسطي بالنظر إلى العلاقة اللي كانت دائما بين المسلم واليهودي في ذلك السياق. السياق المغربي سياق مختلف تماما، لا تاريخيا ولا دينيا ولا ثقافيا، مختلف. المغرب دستوره كيقول الرافد العبري هو جزء مكون للهوية المغربية في دستورنا. كيقول بأن هذا الرافد العبري يعني تراث مغربي. المغرب فيه اليوم 3000 من الجالية اليهودية المقيمة، كما كنقول بمعابدها ومحاكمها وغيرها. فيه 700 ألف إسرائيلي من أصول مغربية تأتي سنويا إلى المغرب. هل لما يرجع هذا الإسرائيلي من أصل مغربي ليزور عائلته هل يطبع معه المغربي، أم أنه يعود ليرى قبر والدته ويشوف إخوانه وغيرها؟ فلهذا كان احنا دائما كيكون عندنا بأن هذه العلاقات المغربية مع المكون اليهودي وعلاقة جلالة الملك كأمير المؤمنين نعم. تاريخيا كانت هكذا. ثانيا لأن العلاقات كانت في التسعينات، كانت مكاتب اتصال توقفت في بداية 2000 واستؤنفت دون المساس بالمواقف الثابتة للمملكة المغربية وجلالة الملك من القضية الفلسطينية. لكن يقال أن المغاربة أو الإسرائيليين الأصول المغاربة هنا الأكثر تشدد. هذه خصها ترجع لظروف تاريخية وظروف مرتبطة لما وصلوا. كان يمكن مع الصفاغات بصفة عامة كان نعم. واحد نوع من التعاليم الحزب العمالي آنذاك من اليسار. نعم. ومشاو إلى الليكود، ولكن هذه ظروف تاريخية ثقافية، ولكن ما يعني ارتباطهم بالمغرب واستعمالهم كقناة للسلم في كثير من الأحيان كان ضروري. نعم. معاليك، يعني هي المشكلة لبعض العرب أن التعاون العسكري، وهو ربما يعتبر بعض دول أفريقيا الشمالية أنها تهديد لها. نعم. باش نكونوا واضحين، المغرب لم يهدد أحد في سيادته الترابية ووحدته الوطنية. المغرب لا يحتضن جماعات انفصالية مسلحة تهدد أي دولة عربية أخرى. المغرب لا يسلح أي ميليشيا لتهاجم أي دولة. المغرب يعاني من هذا. المغرب أنا قلت جلالة الملك يقول دائما السياسة الخارجية يجب أن تنبني على الطموح والوضوح. الوضوح عنصر أساسي. المغرب كثير من الدول يمكن تشتغل تحت الطاولة. جلالة الملك والسياسة الخارجية المغربية ما كتمشيش في هذا الاتجاه. يعني إذا كان المغرب يعزز تعاونه العسكري مع شركاء مختلفين لهدف المغرب الآن هناك ميليشيا مسلحة تعلن يوميا بأنها في حرب ضد المغرب وتضرب مواقع مغربية. من فين كاينه هاد الميليشيا؟ نترك لك انت تشوفي فين اين هي موجوده. المغرب ابدا لم يهاجم تراب اي دوله عربيه. المغرب من حقه يدافع على هذا التعاون متوازن دفاعي. لأن من حق المغرب كما عنده مع فرنسا ومع الولايات المتحدة ومع دول عربية شقيقة. معمر المغرب البلد دائما مسالم، من حقه يحافظ على وحدته الترابية، من حقه يواجه ميليشيات. من هي الدولة العربية اللي تقبل بأن ميليشيات تأتي وتهاجم أرضها وتبقى تتفرج وتقول لا لن ندافع عن ذلك؟ ولكن المغرب دائما، وشوف خطابات جلالة الملك إزاء الدولة الجارة كان واضح بأن اليد الممدودة. جلالة الملك قال بالحرف لن يمس الجزائر أبدا أي شر أو سوء يأتي من المغرب. هذا على أعلى مستوى، هذه كلمة جلالة الملك. ويعني هذه هي التعليمات اللي معطية لكل المغاربة. بالتالي فهذه فقط يعني ذرائع.
كيف علاقتكم مع فرنسا؟ حكيت عن التعاون مع فرنسا أو غيرها، كيف علاقتكم اليوم وخاصة قصة المهاجرين غير الشرعيين؟ لا يعني مسألة التأشيرات اللي كنتي اللي نعم. كتسقسي هذه مسألة يعني كان فيها تعليق من المغاربة نفسهم. يعني لما تفرض بأن 40% من الملفات ترفض بشكل أربيترير، أولا كان يعني هذا حق وحرية فرنسا وسيادية أنها تتخذ مثل القرار. الرد كان من المغاربة نفسهم. باقي الوضع مازال معلقا. شكرا. طيب علاقتكم بالإدارة الأمريكية الجديدة كيف هي؟ هذه جديدة يعني صار لها هذه يعني هذه شراكة عندها سنوات. ما نحتاجش نكررها. المغرب أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة في 1777. أول رسالة تلقاها الولايات المتحدة للدعم كانت من السلطان محمد الثالث. فالمغرب، وهذا كل الرؤساء الأمريكيين يرددون هذه، أن الأول دولة أجنبية اعترفت بالولايات المتحدة هي المغرب. أول اتفاق ما زال ساري المفعول للولايات المتحدة مع أي دولة في العالم هي مع المملكة المغربية. أول اش كتسميوها مكتب دبلوماسي أمريكي في العالم هو في طنجة في المملكة المغربية. فالعلاقات، وهذه العلاقات تطورت وهذه الشراكة تقوت، وبالتالي فمكونات هذه الشراكة السياسية الاقتصادية الأمنية العسكرية الإنسانية كتعطيها دائما طابع الاستمرارية. العلاقات يعني جيدة على كل الأصعدة. في الجانب الاقتصادي اتفاق التبادل الحر للمغرب من الدول القلائل اللي عندها مستمر بشكل كبير. قضية الصحراء الولايات المتحدة جددت دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة المغربية. هذه كلها إشارات إيجابية اللي كتمشي في اتجاه تعميق هذه العلاقات. معاليك في أزمة ضخمة، في حرب ضخمة بالعالم هي الحرب الأوكرانية الروسية، ما هو الموقف الحقيقي للمملكة المغربية؟ هو مبني على ثلاثة الاعتبارات. مبني أولا على مبادئ بأن المغرب دائما مع الوحدة الترابية للدول. بحال المغرب ماذا يعني الوحدة الترابية؟ بحال المغرب كيدافع على أن لا يجب اجتياح دولة ما كيقبلش بأن دول أخرى، وأن المغرب أحد العناصر المهيكلة لسياسته الخارجية هي دفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية. ثانيا المغرب مع حسن الجوار وعدم استعمال العنف والحلول العسكرية للخلافات بين الدول، وكلها كنلقاوها في الأزمة الروسية الأخرى. هذا على مستوى المبادئ. ثانيا المغرب عنده علاقات متميزة مع الطرفين. المغرب عنده علاقات متميزة مع كل، يعني مع روسيا شو هي علاقاتنا مع روسيا هي علاقة شراكة استراتيجية توقعت في 2016 بين جلالة الملك والرئيس بوتين. المغرب هو ثاني شريك تجاري لروسيا في إفريقيا، والمغرب يعني عنده علاقات قديمة مع روسيا. المغرب كذلك عنده مبادئ اللي مطروحة على في هذا الإطار هذا. المغرب كذلك مع أخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه الأزمة. هذا الصراع اللي يمكن عنده سياقه، ولكن آثاره كتوصلنا من أزمة طاقية وأزمة غذائية وتوترات واستقطابات. فالمغرب كذلك يأخذ بعين الاعتبار باش يقول بأن هذه أمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، بأن دولنا ما خصهاش تعاني من آثار صراع حرب اللي عندها سياقها الأوروبي الخاص. تحدثتوا معهم، جربتوا تعملوا وساطة أو شيء؟ احنا يعني المغرب يتحدث مع الجميع وعنده علاقات جيدة مع الجميع. حتى أنا هنا التقيت المبعوث الروسي للشرق الأوسط، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة هي علاقة تحالف بشكل كبير. أوكرانيا عندنا سفارة، روسيا عندنا سفارة، فالأمور يعني المغرب ليس مع هذا ضد هذا. يعني التصويت في الجمعية قال أنه يعني بحاجة أن هذه عنصر آخر اللي يمكن نضيفه، بأن
احنا دائما كنا كنقولوا بان كل جهاز في الامم المتحده خصو يتحمل مسؤوليته. ميثاق الامم المتحده كيعطي مسؤوليه لمجلس الامن عند المساس بالامن والسلم الدوليين، ماشي حيت مجلس الامن كان عاجز ناخذوا الكره نعطيوها للجمعيه العامه. وهذا عنصر ثاني، حنا مع عدم تسييس المنظمات التقنيه. ماذا سيفيد هذه الحرب في اوكرانيا اذا اليونسكو صوتت او اذا WHO صوتت او لا؟ هذا ما يعني الجهاز اللي عنده المسؤوليه ما يمكنش يغطي على عجزه من خلال اجهزه اخرى او وكالات اخرى. لهذا المغرب كان غاب عن التصويت لانه ضد التصويت، ماشي لان ما عندوش موقف، ولانه عمليه التصويت حول مسائل مثل هذه ما غتحلش القرارات ولكن كتؤدي الى استقطابات اكبر. صوتنا في المره الاخيره مع القرار لانه كان بشان المبادئ، ولكن كان بشان مبادئ اخرى، هذه مش على الحرب. هذا كان بشان الاعتراف الاحادي الجانب، يعني اش كتسميوها دويلات او دول اللي تم قالت بانها مستقله، هذه كتناسب مع مبادئ المغرب. حنا بالنسبه لنا الاعتراف بالدول كيتم اولا بعضوتها في الامم المتحده، بعد ذلك يتم الاعتراف بها. لهذا المغرب ما كان يدافع على حق الدوله الفلسطينيه في الاعتراف بالامم المتحده. لما تكون عندك شرعيه في الامم المتحده انا نعترف بك كدوله، ولكن ما يمكنش. فهي مسائل كانت كذلك كتهم بعض المبادئ اللي كيامن بها المغرب في الحفاظ على التوازن والعلاقات اللي عنده الجيده مع كل الاطراف. سؤالي الاخير معاليك، نرجع للقمه. هل انت نوعا ما فينا نقول انه في صفحه جديده مع الجزائر ام لا؟ باش نكونوا واضحين، اليوم حنا كنقولوا لم الشمل. هيدا العنوان هذا الشعار. انا كنقول دائما الشعارات كتكون يا اما نوايا او كتكون اهداف. شحال من حدود مقفله في العالم من غير الكوريتين، اسرائيل وفلسطين خلينا نقول والمغرب والجزائر. يعني اثنين من اصل ثلاثه عرب. يعني هذوك ما عندهم طبع، يعني شكون احنا كم علاقه دبلوماسيه مقطوعه بين دول عربيه؟ كثير اعتقد الاقل المغربيه الجزائريه مقطوعه. هذه كلها يعني الحضور للقمه كان من منطلق المسؤوليه ازاء العمل العربي المشترك. العلاقات الثنائيه انا دائما كنقول بان القمم وجلالة الملك كيأكد عليها كثير، القمم ليست هدف في حد ذاته. يعني ما في عودة علاقات دبلوماسية بين المغرب والجزائر. يعني المغرب لم يقطع العلاقات الدبلوماسية، العلاقات قطعت من جانب واحد، الحدود أقفلت من جانب واحد، وهذا هو الواقع. معالي الوزير شكرا. ما عرفتش شحال ديري هاد النوبة ديال ليفي. شكرا جزيلا.